النهارده حديث كبير وحديث طويل على التحكيم المصري في لقاءات الاسبوع ال11 للدوري الممتاز. برحب بنجمنا في فقره التحليل التحكيمي كابتن احمد شناوي. شرفنا النهارده كابتن. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كباتن. اهلا كابتن. النهارده 3 مباريات الاسماعيلي وطنطا وانبي والداخليه ونصر التعدين والنادي الاهلي. عايز اقول هناك اخطاء، لكن الاخطاء التي تقبل التي لا تؤثر في نتيجه مباراه. يعني ده الشيء الطبيعي، لما بيبقى الخطأ بيأثر لابد ان احنا نقبله، انما بيبقى زي ما تقول سايب اثر او علامه كبيره على التحكيم، بتخلي التحكيم يحصل له اعصار زي ما بيقولوا او ما يمشيش بالشكل كويس. ماتش الاسماعيلي وطنطا يعني ابرز الحالات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. انا لازلت اقول ان المساعدين بيلعبوا دور كبير جدا في التسلل. شوف هنا المساعد رائع، تسلل مظبوط وقراره صحيح وكلام من ده، وده شيء جميل. هنا طبعا اللعبه دي هنا محمد ابو خاطر برضو قرار جيد، ما فيهاش ركله جزاء قريب. هو اللاعب ما صدق دخل جوه عايز يرمي نفسه عشان خاطر ما فيش اي تلامح، يعني هنا فيش تلامس ما فيش اي حاجه، بيرمي نفسه عايز ركله جزاء. حاله الطرد هنا طبعا اللي هو شكري نجيب، انا عايز اقول يعني اللعيبه بترتكب اخطاء ساذجه وبتكلف نفسها، يعني مش عاود نفسها، بتكلف فرقتها اكتر من نفسها. الحكم الرابع اللي طرده لا ده الحكم المساعد. ما خلاص دلوقتي هنا المساعد ماشي. الكوميونيكيشن سيستم يا كابتن سيف، الحكم المساعد رفع الرايه وكلمه ان هو كان بظهره، فكان رافع الرايه وقام مكلمه، فراح له قال له اللعيب ضرب، كان الحكم مش شايفه، ضرب من ورا ظهره. هتشوفوا الحاله دلوقتي. طبعا هو الاعاده للاسف كانت طب ويروح له ليه يا كابتن احمد؟ طب ما يكلمه في الرابع. ما هو عشان يتاكد. ما هو انا عايز اقول برضو لا زال الحكم ما خدش، ما هو ما خدش على الايه. شوف بص بيعمل ايه. ما خدش لسه. شوف هنا بيعمل ايه شكري نجيب. بصوا يا كباتن، بصوا 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 اهو، بصوا بيعمل ايه. هيدوس فيه، دوس فيه. طبعا الحكم هنا ما شافش، كان مركز هنا ما شافش في دي، فطبعا المساعد ده طبعا الحاجات اللي انا قلت عليها ان الكوميونيكيشن سيستم ده هيسهل امور كتير وهيخلي لاعبتنا هيبقى عندها حذر اكبر من الامور دي كلها. اللعبه الثانيه وهي فاول. بص اللعيب هنا بيعرقل بيمنع، لكن الحكم لم يحتسب. طبعا هو خطا غير مؤثر، انما بقول لو بقى في داخل منطقه ولا هيبقى ليه تاثير كبير طبعا. فهنا ده بعتبر ان هنا دي الحالات المهمه اللي كانت في مباراه الاسماعيلي، وكان الحكم محمد ابو خاطر ومعاه اكرامي سالم. طبعا ما فيش حالات كتيره يا كابتن. لا ما فيش. المباراه اللي بعد كده اللي هي انبي والداخليه، طبعا وقت الاعاده اهي، انبي والداخليه نفس الكلام انت هتشوفه دلوقتي. هنا يعني اللعبه تشوفوها دلوقتي. اول حاله هي تسلل ولا لا؟ نشوف الحاله. ادي المساعد واقف بشكل صحيح، ولكن فين التسلل؟ فين ادي عملنا الخط. وانا عايز اقول ان انا حتى بلاقي بره وانا ماشي في الشارع وناس بتكلمني خط البيرو ده كابتن سيف عامل خط البيرو اللي بيحصل ده عامل رجه جامده جدا. بيجي لي يعني مكالمات كتيره بيسالوني يا كابتن، ده بيبين، هو ده بيبين، بيفرق لنا اداء مساعد واداء مساعد. واحد واقف شايف شغله صح، بيشاور صح، واقف صح، الحاجات دي كلها. طبعا انا هنا جايب الحاله دي تحديدا لان الحكم حصل له عمليه يعني سقوط، لكن هو السقوط نتيجه اللي احنا هنشوفه دلوقتي. هنا هو بيرجع بظهره، والمفروض ان الحكم طالما بترجع بتعمل اللي هو الرننج باك، انك بتجري للخلف، لابد ان انت لازم تعمل تبص كده يمين او شمال. هو رجع خبط في قدم لاعب فبالتالي وقع على الارض. هنا ده طبعا انا جايبها عشان خاطر ان الحكم لازم يديله انذار ولا يكتفي بفاول. الاداء الحسي بتاعه وحش. ما ده اللي انا عايز اقوله. المفروض ان انا برجع بظهري او باخد جنب يمين جنب شمال، المفروض ان انا اكون شايف ان الطريق كلير واضح فاضي، ما بقاش اقع بالشكل ده. الحاله اللي بعد كده هي برضو حاله تسلل، وانا يعني حالات التسلل طبعا اللعيب يعني بيعتذر له وبيسلم عليه. نشوف حاله التسلل اللي جايه دي، هي حاله مهمه جدا. شوف الحكم هنا طبعا صفر على تسلل. شوف الحاله، المساعد واقف مش ماسك خط التسلل، ماسك الخط الاحمر. اللي انا جايبه لحضراتكم ده، بصوا مسابق. مسابق خالص. يعني انا عايز اقول اهو، شوف نمشي. فين بقى هو واقف
مسابق. ولحظه لعب الكره اهو مفيش تسلل، مفيش لاعب متقدم. فطبعا هنا يعني انا عايز اقول ان المساعدين دورهم يعني بيمنعوا، ما نقدرش نقول الكره دي كانت هتبقى جول، بس بيمنعوا او زي ما تقول ايه، بيمنع هجمه. الماتش نفس الحكايه، الحاله هنا مساعد هنا بتاعت عمرو جمال، المساعد واقف وهتشوفوا برضو الخط البيرو، وهو كان تسللات معظمها. ادي الحكم مساعد واقف، ادي اخر رجل زي ما انتم شايفين رجل اللاعب، وبعدين بيرفع امتى يا كباتن؟ وانتوا بصيتوا بيرفع، يعني انا عايز اقول بص هو بيرفع امتى؟ بص بيرفع امتى؟ المفترض ان هو والله ما ده على فكره عنده قرارات كتير. المفروض ان هو بص يا كباتن ينتظر، المفروض هو النهارده كان يرفع من المكان ده يا كابتن سيف. الكره بتتلعب، لو هو تسلل كان المفروض يرفع من المكان ده، لكن شوف هو بيرفع، هيروح لقدام. بص بيرفع امتى؟ الكره طلعت خلاص زي ما انتم شايفين، شوف بيرفع امتى؟ يعني وهو راح لقدام بالظبط كده. هنا نفس الحكايه، تسلل تاني اللي هي جت الكره هدف، الهدف صحيح، مفيش فيه تسلل خالص. طبعا يعني نفس المشكله ان هو ما عندوش ربط لحظه لعب الكره، ادي الكره بتطلع من رجله وادي الخط بيطلع اهو، وما عندوش ربط في الحاله دي. فبالتالي انا شايف مين اللاين مان ده؟ المساعد كان عمر فتحي. طبعا ادي اللعيب مش متقدم، حتى لو اعتبرنا ان ايده متقدمه عن الخط لا يعاقب بالتسلل، لان الايد ما بتجيبش جوان، فبالتالي ما اقدرش اعاقبه بالتسلل. فطبعا هنا القرار هنا يعني قرار ادي، انا عايز اقول ادي منع هدف، يعني الكره هدف اتمنع. لكن طبعا هو محظوظ ان ما اثرتش في نتيجه المباراه، لو كانت النتيجه خلصت 0-0 ولا ده ولا ده كانت تبقى مشكله كبيره. نيجي بعد كده طبعا على محمود عاشور. طبعا انا عايز اقول له ركله الجزاء اللي حسبها طبعا بتاعت اليد، هو كان موفق جدا فيها، احتسبها بشكل صحيح، مكانه سمح له. اول حاجه المكان زي ما انتم شايفينه كده، مكانه اهو انا حاطط عليه العلامه، مكانه سمح له. ولما نشوف الاعاده بتاعتها هتبص تلاقي انه واضح جدا، ونشوف هو واثق من القرار انه شاف الايد مش في الوضع الطبيعي، واخده حيز اكبر من جسمه. شوف ادي الايد اهي واضحه جدا، في بوز عليها اهو، عامله ايده بالشكل ده، خارجه بره. يعني وتحيه كبيره كمان يا كابتن للاعيبه نصر التعدين والجهاز الفني بعد حساب ضربه الجزاء، تقبلهم للموضوع وعدم الاعتراض وعدم يعني هو أزمة. طبعا انا عايز اقول يا كابتن سيف، خلينا نتكلم في واقع، هو ده المفروض اللي يحصل. يعني عايزين نقول احنا بنحيي الناس عشان ده اللي ما بيحصلش. طبعا احنا بنحييهم، لكن هو ده المفروض ده العنوان. الحكم حسب يمين حاضر، شمال حاضر، لانه ما بيتغيرش القرار طبعا. يعني احنا بنعكر صف المباراه بالاعتراضات وبالحاجات دي كلها. فطبعا انا شايف طبعا هنا القرار صحيح. هنا اللعبه الثانيه انا عايز اقول لمحمود عاشور، طبعا هنا كان فيها الرجل، دلوقتي انتوا هتشوفوها فيها شد، يعني رجل بتحط على الرجل، هتشوف بص الرجل، شايفين القدم على القدم، داس على رجله، داس على رجله، فبالتالي كان لازم يحسب الخطأ. وبعدين يعني انا عايز اقول انا يعني عايز اقول ان انطباعات الناس عندنا دلوقتي يا كابتن سيف بيقول لك ايه، انك لما تحتسب ركله جزاء مش هيحسب ركله جزاء، لا نحسب ان شاء الله في 5 ركلات جزاء 6 احسب. ايه اللي انت، لان هو فاول في الاول وفي الاخر بالظبط. انا عايز هو خطا عليك ان انت كحكم تقوم فورس يعني انك تطبق. بس بص المكان يا كابتن قريب قوي برضه، هو كان قريب هو كان قريب، بس انا عايز اقول على حاجه، هو كان شغله الايدين، ايد اللاعب المدافع ده وده، فبص ما ركزش ان الرجل ممكن هتحط على الرجل. فلكن وخلي بالك بعض الحكام برضه يقول لك ما اديش ضربتين جزاء، اكتفى بالاولى في مباراه. لا بس تمركز عاشور النهارده في الكوره الحقيقه قريب كتير. لا هو ادى مباراه بشكل كويس، ما اقدرش اقول غير كده، كان كويس جدا وكان هادي وتعامل حتى انفعالات لعيبه النادي الاهلي في تسللات عمرو جمال والحاجات دي كلها، تعامل معاها بمنطقيه وكان هادي جدا. طبعا هو حكم خبره، عاشور النهارده بقى له كام سنه بيحكم وحكم دولي، فكان اداؤه كويس جدا. انا يعني دي الحالات النهارده اللي انا جبتها اللي تعتبر اهم حالات في الثلاث مباريات، وانا شايف التحكيم يعني الحمد لله افضل. انما احنا عايزين برضو نعمل يعني من خلال السيستم النهارده ما اشتغلش يا كابتن في ماتش الاهلي. مين؟ السيستم السماعات كوميونيكيشن سيستم ما اشتغلش. ما خلي بال حضرتك، حاولوا يجربوه قبل الماتش وبعد كده ابتدوا الماتش من غيره. هو حضرتك انا عايز اقول ان الكوميونيكيشن سيستم ده المفروض اهو يا كابتن دي الصوره دي من غير الشوط الثاني ركب السيستم ركبه. ما هو لا ده قبل المباراه دي، ده قبل المباراه الصوره دي قبل المباراه. حضرتك العدد كبير جدا ومن مناطق مختلفه، هو معاه
لا بس المفروض مثلا انا كحكم لو انا يعني عندي الصوره دي قبل الشوط يبقى لعب بيه الشوط الثاني يا كابتن. انا ان ممكن جدا المساعد ما يعرفش يستخدمه. جاي جديد متعين في المباراه. انا رايي ان الحكم اللي رايح المباراه ومعاه السيستم ده لابد انه يروح بدري جدا، والمساعدين يجوا بدري جدا، يبقى عندهم وقت ان يتدربوا عليه عشان يشتغلوا بيه في الملعب. كابتن احمد شرفتنا ونورتنا وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. انا جزيلا. بشكرك جدا يا كابتن. شكرا يا كابتن. شاكرين جدا.